السلام عليكم. بنينا مع بعض المرة اللي فاتت كود ايجنت، واللي هو بيستقبل بايثون كود من الموديل عشان يأدي المهمة المطلوبة منه. والنهاردة هنشوف بعض الإمكانيات الخطيرة والملفتة اللي ممكن يعملها الكود ايجنت. مش هنعدل في الكود، مجرد نطلب منه مهام أنا نفسي استغربت إنه أنجزها لما طلبتها. وخليك عارف مش مهم أنت بتطلب إيه أكتر من إنك بتطلب إزاي. prompt engineering. وخليك عارف كمان إن كل موديل مختلف عن التاني في الإمكانيات، وبالتالي قوة الايجنت من قوة الموديل اللي بيستخدمه حسب التاسك المطلوب. وتعالوا نشوف بعض الطلبات والأمثلة مع بعض. ده آخر حاجة طلبناها منه. هاجي هنا وأعمل كومنت على اللاين ده وهقول له agent دوت run. أنا ما عدلتش أي حاجة في الكود. وأول طلب هطلبه منه plot y equal x. وهختار هنا كوين عشان أسرع شوية من جمع، لكن هنستخدم جمع في مهام تانية. هاخد كوين كده وأعمل run. دي السيستم برومبت بالتولز، هنبقى نشيلها عشان مش محتاجينها دلوقتي. كتب هنا الكود نفسه، لكن محتاج اللايبرري دي ان انا انزلها. هاخدها كده واجي هنا من خلال باي تشار وابتدي انزل الباكج matplotlib. هي اوريدي موجوده، محتاجه ابديت، لكن انا مش هعملها ابديت. هرجع تاني واشوف ايه المشكله. المشكله مش انها موجوده او لا، المشكله انه كتب كلام زياده، وبالتالي ما عرفتش اخد انا البايثون كود بس. فانا مش عايز يكتب لي اي explanations، فهاجي هنا واقول له ممكن كمان نزودها في السيستم برومبت، بس هنكتبها هنا دلوقتي without any explanations or notes plot y equal x. تعالى نعمل run. وزي ما قلت لك بيفرق قوي البرومبت اللي انا بكتبها. نفس الكلام برضو كتب لي هنا انا ما اقدرش اعمل بلوتنج. طيب انا عارف ان انا باخد الكود منه واعمل انا البلوت عن طريق البايثون اكزيكيوتور. فهقول له هنا write python code that plots y equal x. هقول له كمان كود بلوك واعمل run. ممتاز جدا، كتب البايثون كود، ولو تلاحظ هنا فوق طلع لي البلوت y equal x. ممتاز. تعالوا نجرب كده ونشوف الموديل هيفهم دي كمان. هقول له from x equal minus 10 to x equal 20 ونعمل run. ممتاز. يبقى دي أول حاجة عملها. لو تفتكروا في الفيديو بتاع سمول ايجنتس جربت نفس الكلام، بس ده بقى عملناه بالكود ايجنت اللي احنا بنيناه مع بعض. دي أول حاجة إن أنا أعمل بلوتنج، وعشان أكون طماع شوية أخليه يعمل بلوت. هقول له هنا that plots in 3D z equal y plus 6. جميل جدا. تقدر ترسم بقى أي بلوت أنت عايزه، وده الكود اللي هو كتبه.
دي التول مش مهم، ده الكود اللي هو كتبه، وده اللي خده الايجنت عمل له ران عشان يطلع لي البلوت. تقدر تجرب اي بلوت انت عايزه. يبقى الكود ايجنت بتاعنا يقدر يعمل بلوتنج. وخلي بالك هو في الاول ما وافقش، قال لك انا ما اقدرش اعمل بلوت، انا جاست موديل، عشان الموديل نفسه هو اللي بيرد. لكن انا قلت له دلوقتي رايت بايثون كود، دي حاجه يقدر هو يعملها. هنعمل كومنت عشان نسيبها، وهنيجي هنا نجرب حاجه تانية. هسيب هنا without any explanations or notes، وتعالى نشوف كده حاجه ظريفه. هقول دلوقتي write a Python code to open the text edit app. يبقى دلوقتي انا بفتح ابلكيشن موجود عندي. وتعالى كده نشغل. الكلام ده مهم جدا ومفيد جدا لكن خطير، لانه كده بيفتح اب موجود عندي. وعشان كده small agents انت بتكتب فيه ال allowed packages، مش اي باكج يستخدمها الايجنت، والا ممكن يفرمط لك الهارد ديسك. تعال نجرب كده، نقول له اكسل. you can use sub process to open the command. طيب هو مش قادر يفتحه، وساعات كده بيعصلك معاك، فهنا اقول له using، تاخد من الحاجة اللي هو كاتبها لك وترد عليه. ونقول له run. مش هي الابلكيشن اسمها اكسل؟ هي اسمها كده فعلا. نعمل run. هنا نزود من عنده كلمة مايكروسوفت اكسل. فتعالى هنا بس نأكد عليه، نقول له دلوقتي اسمها كده بالظبط. فتح لي اكسل. اقدر افتح ابلكيشن عن طريق الكود ايجنت بتاعنا. تعالي هنا ناخد السطر ده كده كوبي، ونعمل بيست، ونغير الامر بتاعنا، ونغير الكوماند بتاعنا او التاسك. هقول دلوقتي use the selenium library and write code او بايثون كود to open masrawi.com. لما كنت بشغله على جوجل مثلا او امازون، حسوا كده ان في ترافيك مش مظبوط، فبقوا يسالوا انت روبوت ولا لا. مصراوي شغال تمام معانا. in the web browser او in the browser and scroll to the bottom. ودي حته انترستنج، دي بدايه براوزر اوتوميشن. حاولوا كده ران. رائع، ممتاز جدا. فتح لي السايت، بس انا عملت سكرول على فكره. هشغله تاني، نسيت انا قلت له هو يعمل سكرول. هنا محتاج اقول له استنى شويه، لانه قفل البراوزر على طول. then wait for 3 seconds. نعمل run. يعني ساعات كده بينسى، فهقول له run تاني. من نفسه نزل وعمل سكرول. ودي بدايه الاوتوميشن. يبقى انت عن طريق الكود ايجنت ممكن تعمل اوتوميشن. ممكن تضطر تعدل شويه في الكود بتاعك، او ان انت تغير في البرومبت عشان توصل اللي انت عايزه. حلو جدا الكلام ده. هنقفل بس البراوزر هنا.
ده الكود اللي هو كتبه. عمل فانكشن اسمها visit web page تستخدم سيلينيوم ونادى عليها. تعال نشيل التولز اللي احنا حاطينها مش محتاجينها دلوقتي عشان مش كل شويه يكتبها. التولز هنا اخليها فاضيه. احنا هنا بنجرب امكانيات الموديل ان هو يكتب كود وان انا اشغله. تعال نقفل هنا كمان البروجكت. هسيب دي عشان برضو تكونوا شايفينها. حاجه هنا اشيل الكلام ده. تعال نقفل البلوتس دي. وحاول دلوقتي write the correct code to open google.com in the browser. Wait for 1 second. خليها second. Wait for 1 second. In the input field, just write hi and press enter. Wait for 4 seconds before closing the browser. استنى شوية قبل ما تقفل البراوزر وهتكتب هاي عشان يعمل سيرش عليها وتدوس كمان انتر. تعالى نعمل رن. فتح البراوزر مظبوط لكن ما كتبش هاي، وانا من خلال التجربة عرفت السبب ايه. فهنا في ايرور طلع. مستخدمش سيلينيوم. تمام، استخدم ويب براوزر. ما كتبش الكود اللي انا عايزه. يعني كوين كتر خيره. لكن هاجي هنا اخد جمع واعمل ران. شوف كده يا جمع هيقدر يأدي المهمة دي ولا لأ. طيب هو بيستخدم البراوزر اوتوميشن اذا كان حاجة بالمنظر ده، فانا هقوله دلوقتي صراحة كده use the Selenium library and write. يعني فيها غلطة Selenium. حلو جدا. اكتبها هاي. ايوه طبعا جوجل زعل مني فايه. حلو. جميل. بداية مبشرة. يبقى انا ما كتبش اي كود، انا خليت الموديل هو اللي يكتب لي وعمل الاوتوميشن بتاعه. سيلينيوم فتح البراوزر وكتب هاي وداس انتر. دي بدايات بقى تفتح لك افاق كتير جدا. تعالى بقى نشتغل برضو على مصراوي عشان سايت طيب. هاخد الكلام ده كده كوبي او كوماند دي على طول عشان اخد كوبي بيست وشيل الكلام ده. هاجي هنا اقول له use the selenium library. هستخدم selenium library برضو and write the correct code to open masrawi.com in the browser. wait for 1 second. يعني seconds دي عشان لو كتبت اكتر من 1. copy the whole text. wait for 4 seconds before closing the browser. وتعالى نعمل كده run. جيما بياخد وقت اطول لكنه يعني ادق في الكيس دي. ايوه ممتاز. فتح مصراوي. هيقعد 4 ثواني ويقفل البراوزر. ما قفلش البراوزر. مش مشكلة.
هنا عمل تايم اوت. هقول لكم ايه السبب. لو انا عملت سيرش على تايم اوت، انا مديله هنا 10 ثواني. هنا عبال ما فتح البراوزر وعمل كوبي وقعد 4 ثواني، فطبعا ايه خد وقت اطول. فانا ممكن ازود هنا تايم اوت، او ان انا اقول له بلاش يستنى ال4 ثواني اللي انا قلت له عليها دي، ملهاش اي لازمه. هي ثانيه واحده بس، يا اما مش لازم حتى يستنى خالص. هيعمل كوبي للتكست وهيقفل البراوزر. يبقى ممكن نقفل الكلام ده، ممكن نشيل كده الجزء ده. ماشي، خلينا على المصراوي. هيعمل كوبي. ممتاز. خد التكست الموجود في الهوم بيج. انت ما عملتش حاجه، انت تعبت بس في الكود ايجنت. ماشي، يعني انت بتتعب في الاول عشان بعد كده تلاقي نتائج، مجرد بس تكتب له اللي انت عايزه. تعالى كده. كنترول دي عشان ناخد سطر تاني. نفس برضو مصراوي. هنقول له دلوقتي بدل كوبي يدوس على اللينك. مثلا اللينك رقم 5، ما اعرفش ايه هي بالظبط، بس هنشغل كده. وهنا هيقعد 4 ثواني، فتعالى هنا نزود التايم اوت. خليها 15. نعمل ران. داس على اللينك رقم 5. البراوزر فتح في السكرين التانية فأنا جبته هنا. فداس على اللينك رقم 5 اللي أنا معرفهاش. وده الكود برضو اللي هو كتبه لي. طبعا اللي أنا بقوله له بيحول له كل الكود. استنى هنا 4 ثواني، فعلا هنا بيستنى ثانية واحدة. وكتر خيره صراحة، هو عمل كل حاجة. تعبنا مصراوي معانا النهاردة. من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملها الكود ايجنت كمان، ما هو بيكتب بقى بايثون كود. تعالى بقى هنا. كوماند دي. خلاص بقى متشكرين قوي من مصراوي وسيلينيوم. هقوله دلوقتي استخدم TTS library. اقرا التكست ده. هستخدم text to speech. وتعالى كده نعمل run. هو بيقول لي في مفيش موديول اسمه TTS عشان انا ضللته هنا. ماشي، فانا هقول له text to speech. نشوف كده هيعمل ايه. زي ما قلت لك، مهم قوي انت بتكتب له ايه. كلمة واحدة بتضلل الموديل. تستخدم الباكج دي باي TTS. Hello, Eamon. ممتاز. خلي بالكوا انا منزلها. تمام. فعشان كده هو استخدمها، لو هي مش نازلة ما كانش يرضى ان هو ينادي عليها، كان هيدي ايرور. دي برضو حاجة جميلة. تعالى كمان نتعبه معانا شوية. نطلب منه حاجة ظريفة. explanations. كلمة غلط من الصبح. ماشي. نشيل الكوماند ده. وانا هطلب منه دلوقتي يكتب بايثون كود بلوك عشان يرسم moving random shapes. وتعالى كده نقول له run. انا ما قلتلوش يستخدم انهي باكج، وبالتالي هو هيحاول وانا هشوف الايرور، يا اما انا اقول له بالظبط يستخدم انهي باكج. كل ده بالبرومبت. انا مش بكتب برنامج دلوقتي. هيا يا فتى.
يا سلام، ممتاز جدا جدا. استخدم باي جيم، وانا برضو منزل الباكج دي، خلي بالك. صراحة انا منبهر. هنطلب منه دلوقتي اخر حاجة عشان نختم بيها النهاردة، كونوا زهقتوا. هقول له دلوقتي write a Python code block that draws the word goodbye with a big size white color on black background using Pygame. اه انا مش مشغله. اقول له run. الحاجات دي كلها كنت بتسلي فيها الصبح، وقاعد افكر كده انا ممكن اطلب منه ايه. وكل ما ينافس حاجه فعلا يعني بتلاقي امكانيات كتير انت ممكن تعملها بالكود ايجنت بتاعك. ما بالك بقى لو كان مالتي ستيب، ودي ان شاء الله هتكون المره الجايه. كود ايجنت بالامكانيات دي وكمان شغال مالتي ستيب. متشكر جدا ليكم، وارجو الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.